بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي، قناه مطبخ ماما قدريه. معايا مرقه الدجاج ماجي بالشكل التحفه الجميل ده. عملتها بابسط مقادير وكمان بابسط طريقه. مرقه الدجاج ما فيهاش اي حاجه خالص، بنشتريها بالغالي، ولكن بنعملها بابسط طريقه في البيت وبارخص مقادير بالشكل الجميل ده. عملت كميه حلوه جميله جدا تكفيني مده طويله، والباقي عندي هنا. خلاص. طيب، ايه المقادير اللي احنا عملناها بقى في مرقه الدجاج دي؟ يلا بينا على الفيديو نشوف مقاديرنا ايه وعملناها ازاي. انا معايا هنا جزره كبيره، ومعايا حبايه طماطم كبيره مقطعاها، والجزره مقطعاها، وبصله كبيره مقطعاها، وقرن فلفل حراق زي ده. خلاص. ونص ربطه كرفس. كل ده في كوبايتين شوربه، وسلقتها. سلقت كل المكونات دي اللي انا قلت لكم عليها دي بكوبايه الشوربه، وده ده ايه حلها. خلاص. هعمل ايه بقى بعد كده؟ هحطها في شفشق الخلاط وهضربها، وهنرجع لبعض تاني. خلاص كده انا ضربت المكونات بتاعتي في الخلاط، وبقى ايه ده شكلها. خلاص. ماشي. طيب، معانا هنا ايه بقى؟ معايا هنا معلقه ملح كبيره، معايا كمان هنا كمون، كزبره، فلفل اسمر، بابريكا، كاري، كركم، كمان معانا قرفه، كمان معايا هنا كمان توابل الفراخ، كمان بصل بودر وتوم بودر، وكمان معايا نص معلقه من السبع بهارات. خلاص. كمان في نص معلقه من الحبهان المطحون. خلاص. خلاص، دي كل بهاراتنا. عندك اي بهارات حطيها بتقبل. خلاص. طيب، هنعمل ايه بقى؟ هنشيل كل الحاجات دي ونطلع على البوتاجاز نشوف احنا هنعمل ايه على البوتاجاز. طيب، معايا بقى هنا حبايبي ايه حله وفيها حوالي نص كوبايه من الزيت. خلاص. يكون زيت نضيف كده ملهوش ريحه. هعمل ايه؟ احط التوابل بتاعتي هنا كده بس عشان احمصها بالشكل ده. وهحط كمان حوالي 6 معالق من الدقيق. 6 معالق دول بيعادلوا كوبايه، كوبايه دقيق. خلاص. تمام كده، كوبايه من الدقيق. خلاص. ومع البهارات بتاعتي كده بقى، واقلب عشان الدقيق معايا يحمص شويه كده. مع البهارات بتدي ريحه. انتوا لو معايا هنا في المطبخ هتشموا ريحه، هتلاقوا الريحه هايله جدا ما شاء الله، حاجه كده تفتح النفس اهي بالشكل ده. ريحه التوابل مع الدقيق تحفه ما شاء الله، ولا قوه الا بالله. الله اكبر، ريحتها جميله جدا. خلاص كده حمص الدقيق معانا مع التوابل، والريحه بتاعتها الجميله طلعت. اعمل ايه بقى؟ هحط الشوربه بتاعتي. هحط الشوربه بتاعتي اللي انا سلقت فيها الجزره مع حبايه الطماطم مع ايه بالشكل ده. حبايبي، نقلت مرقه الدجاج بتاعتي اللي كانت على النار في حله كبيره شويه، لان انا حسيت ان الحله اللي انا حطاها ضيقه ومش واخده راحتي في التقليب. خلاص. تمام كده زي الفل. شوف مكوناتنا تقلت ازاي بالشكل ده. فل لا ما شاء الله ولا قوه الا بالله اهي. والبهارات ريحتها طالعه جميله، وارضيه الحله مفيش فيها اي حاجه. فل. خلاص. هنطفي عليها بقى كده. الدقيق بتاعنا استوى مع البهارات مع مكوناتنا اللي احنا حطيناها زي الفل. يلا بينا بقى نشوف الخطوه اللي بعد كده. معايا صينيه زي دي مربعه مدوره اي حاجه مش فارقه، هحط فيها كده قيمه معلقتين من الزيت، وهدهن الصينيه كده بالفرشه كده اهوت زي ما انتم شايفين كده، حتى كمان من الجنوب اهوت. وهفضي العجينه بتاعتي بالشكل ده اهوت. بسويها كويس قوي اهوت بالشكل ده. ما بخليش حاجه مثلا حته
تكون واطيه، حته تكون عاليه. ابقى احاول اسويها كده اهوت، تبقى كلها سوت بعضها. ايه بقى بعد كده لما تبرد خالص وتسقع احطها في الفريزر ساعتين 3 ونطلعها بقى ايه، نقطعها سوا ونشوف المكعبات مرقه الدجاج اللي احنا عملناها عندنا هنا في البيت بكل سهوله وبكل يسر ومن غير تكاليف. خلاص كده حبايبي، انا طلعت مرقه الدجاج بتاعتي من الفريزر، وبقى ده شكلها. نقطعها بقى وده شكلها حبايب قلبي بعد ما قطعتها. في قطع صغيره وفي قطع كبيره وفي قطع متوسط، على قد بقى الطبخه اللي احنا بنعملها. الله، ما بنشتريش حاجه من بره، كل حاجه بنعملها عندنا وبابسط مقادير. مرقه الدجاج ماجي. حبايب قلبي بقى اللي ما اشتركوش على قناتي يلا يتفضلوا ينوروني ويشتركوا على قناتي، قناه مطبخ ماما قدريه، وكمان اللايك الجميل بتاع ماما قدريه. حبايب قلبي احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.